الدبلوماسية المغربية. لم يسبق في تاريخ الدبلوماسية المغربية أن مرمقت النظام الجزائري 4 مرات في اليوم. جامي. أنا ماشي جامي في التاريخ، لا، اللي عاقل أنا من نهار دخلت أنا لهذا النيش من 2021 جامي. واحد تصفيقة في السيمانة، في 5 أيام، 4 أيام، سيمانة، 10 أيام، 4. غنبداو بالأولى اللي ما عنديش عليها تفاصيل، غنستنى حتى الغدا وغادي نحط لكم فيديو في اليوتيوب وفي الفيسبوك. هي ديال الزيارة ديال الرئيس الموريتاني إلى المغرب. زيارة لم تكن في حسباننا، ماشي الحسبان، لا، في حسباننا نحن، يعني حنا كمغاربة ولا كموريتانيين ولا الرأي العام، حتى واحد ما كان عارف بأن الرئيس الموريتاني جاي. جات مفاجئة، أنا بعد فاجأتني صراحة تقال، مفاجئة جدا. أكيد ترتيبات وكذا وهذه وأكيد على أنها، وهذا هو اللي خصكم تركزوا عليها الخوت، هو أن هذه الزيارة هذه وقعت في سرية تامة تحضير لها، لدرجة أنه النظام الجزائري بمخابراته الخارجية ما عقب والو. لأن لو كانوا عاقوا، كانوا عايقين، لو كان راه داروا يعني فهمت الابتزاز ديالهم وكذا وكذا وكذا. دونك هذه الصفعة خطيرة جدا، ما غنتكلمش عليها بزاف لأن ما عنديش التفاصيل ديالها، حتى الغدا إن شاء الله ونتواصل مع الخوت بخصوص هذه واحد. لا، باقي خليونا في هذه موريتانيا مهمة جدا. أنا اللي شفت، وهذه ماشي بغيت نحكر زعما على موريتانيا ولا، ولكن هذا التأويل ديالي وغنخليه غير هكا، ما غاديش نزيد نورك، راكو عارفين علاش. هو أن الخط البحري المغربي السنغالي أتى بأكله. هذا التحليل ديالي، تحليل بسيط ديال واحد كيتبع في تيك توك في فيسبوك، فهمت؟ تقدر تكون تما حيثيات أخرى ما عارفينهاش وما غتعلنهاش الدولة، لا ديالنا لا ديالهم، فهمنا؟ هذه أكيدة. ولكن أنا بالنسبة لي حسب اعتقادي البسيط، وأكيد حتى أنتم غتكونوا تقدروا تتفقوا معايا، الأمور غادية في هذا الاتجاه هذا، أن هذاك الخط. وفعلا أنا شفت واحد الفيديو، ما غاديش ننشرو دابا، كنت غنشرو ولكن دابا لا، احتراما للزيارة نتاع الرئيس ديال موريتانيا إلى بلدنا. مرحبا بك للدار الكبيرة، مرحبا بك لدار الكرم، مرحبا بك السيد الرئيس، ومرحبا بالإخوة الموريتانيين. الفيديو ما غاديش نسمعوا لكم، ولكن فيه بأنه كاين واحد المشكل ديال الخضر والفواكه في سميتو في موريتانيا، بعلاقة مع هذا المشكل اللي وقع ديال أنه سميتو. أكيد شوف الإخوان، أنا هنا عاود غادي نقول واحد الكلام، وغادي نشكر واحد السيد اللي شرح لي واحد القضية كانت باقة لي في الراس. ديري لي هي الإخوان ملي كتسمعوا هذوك الدول نتاع الساحل، شكون هما؟ تشاد، النيجر، بوركينا فاسو ومالي، ياك؟ وكنقولوا هاد الربعه هادو المبادره ديالهم على الاطلسي، حنا ما عندناش حدود معاهم. شكون كيبقى لنا في الخط؟ كتبقى لنا موريتانيا. دونك موريتانيا الا ما بغاتش، وداك الشيء علاش الرئيس الموريتاني في هاد ال4 سنين الاخيره مع الرئيس الجزائري كل مره راه جايبو دايه جايبه على هاد القضيه هادي، باش يعكس، يشري، يدير، فهمتي، يخسروا فلوس على موريتانيا باش تعكس لينا هاد القضيه ديال الخط اللي غيربط معاه سميتو. فوالا خويا كريم غرس، هذاك انا ما كانش بصراحه، كنت كنسول راسي وما بغيتش نطرح لكم هذا السؤال باش ما ندير لكمش التشاش في الراس. وراكم عارفين انا ماشي جيو بوليتيسيان، انا راني غاط الناس، زعما ما سحبكمش، انا زعما ماشي، انا بحالكم. كنقول ويلا ما بغاتش موريتانيا كي غنديروا لها؟ عاد ذاك النهار كنشوف عند واحد الاخ موريتاني كيدير الفيديوهات الاخوان سميتو طالب ياك سميتو، باش نشكروا بسميتو الله يرحم لكم الوالدين، ابي طالب تحياتي ابي طالب، تحياتي لك، تحياتي لك، لانه فعلا ما عرفتش واش غباء مني ولا انت اللي حتى تفرجت الفيديو ديالك عاد فهمت
بانها منين غادي يوقع. دونك غتكون اكادير مع الداخله الى السنغال. بغات موريتانيا مرحبا، ما بغاتش من اكادير من الداخله للسنغال، ومن السنغال ايوا شد لي الطريقه شدك نتاع باقي الدول ديال الساحل. فوالا دونك ضربت معلم. دونك مرحبا بالسيد الرئيس الموريتاني الى المغرب، والله يوفقكم وتحياتي لكم. دابا الاخوان غادي نمشيو الى الخبر الثاني. لا تجاني شي مستعجل هنايا، لا هذا ماشي مستعجل، هذا حتى غدا نهضروا عليه. اش هادشي عاد؟ ايوا صافي 5 عاد، 5 ديال الصفعات اخوتي، جات ال5. والله الا وصلت ل5 اخوتي بالله. 5 والخمامس. قال لك سيدي في الخامس: سيقوم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيارة إلى المملكة المغربية لترأس اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية الذي سيعقد بالرباط وسيمتد على مدار 3 أيام ابتداء من الجمعة وينتهي يوم الأحد 22 دجنبر. إذن بعد يومين ولا 3 أيام غادي يجي رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز. بزاف اصاحبي، لا بزاف، لا راه سي بوريط اخويا بزاف. دابا كل نهار واحد، دابا 5 في نهار واحد. الله يهديك، ما كايناش. حتى الطبيب كتمشي تشري الدواء كيقول لك بعدا 3 في النهار، وحده في الصباح وحده هذه الدواء هذه. تصرفيق كيقول لك لا ما تصرفقوش. الله العظيم بالله. نمشيو الاخوان الى نمشيو دابا الى الخبر ديال فين درتو ها هو. غادي نبداو الاخوان بجوج ديال المواقف ديال جوج ديال الدول اليوم تعلنوا مهمه جدا. غادي نبداو سيدي بالموقف نتاع الشيلي. وزير الخارجيه الشيلي زياره عمل الى المغرب، في لقاء مع بوريطا يؤكد على دعمه للموقف ديال المبادرة ديال الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي و يعني اش كيتسمى القابل للتحقيق. اذا دع مبادرة الحكم الذاتي هذه الشيلي. ملي كنقولوا الشيلي كنتكلموا على امريكا اللاتينيه، كنتكلموا على المعقل السابق ديال دوك اللي تابعه. المهم راكم فاهمين، لان من بين الحويجات اللي برزطاتنا زعما على المستوى الدولي هي الدول نتاع امريكا اللاتينيه وبعض الدول نتاع افريقيا في الغالب. اوروبا ولا امريكا ولا كذا المواقف ديالهم ما كانش زعما فهمت. الموقف الثاني هو نتاع مالطا، هذه عضو في الاتحاد الاوروبي وهي الدوله رقم 22 في الاتحاد الاوروبي اللي كتعترف حتى هي بالحكم الذاتي وتقره الحل الانسب والحل الواقعي. فهمنا اش كتقول مالطا؟ لا ما عنديش مالطا، ها هي ديال مالطا. من جهتها اعتبرت مالطا التي تحتفل بمرور 50 سنة من إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 أساس جيد لحل نهائي، وبذلك تنضم مالطا إلى الدول 20
أو نحو ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مواقف مؤيدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. مزيان؟ مزيان. ملي كنقولوا هذه الدولة رقم 22، يعني باقي شي 4 ولا 5 ديال الاتحاد الأوروبي، وداك الساعة إن شاء الله يا ربي غادي يتم وغادي يتم ما سيتم من أن البرلمان الأوروبي غادي يقرر، يعني كمؤسسة كما ذاك المرة داك الكواليس اللي كانت خرجات في الصحافة الإسبانية كتكلم على هذه القضية هذه. إذن غادي نمشيو الإخوان إلى الخبر إلى شمن دابا رانا الأولى، الثانية، الثالثة، الثالث ياك، دابا الرابع. الرابع هو الموقف نتاع أنه المغرب يستضيف المبادرة ديال المصالحة الليبية. هذه زعما غير لو فيت باش جوج نتاع الأطراف جابوا سنوات وهما شد عليا نقطع عليك يعني، وغادي يتيقوا مرة أخرى في المغرب، وغادي يرجعوا لبوزنيقة في إشارة إلى مؤتمر بوزنيقة ديال 2015، وبعد تقريبا 10 سنوات غادي يرجعوا لك لهذه البلاد السعيدة، وغادي يتفقوا على أنه هذه البلاد السعيدة بدبلوماسيتها وبمساعيها وبقدرتها على أو بالثقة التي تحظى بها، أما سهلاش الخوت، وماشي سهل يخليوك الاخرين دير هاد انت هاد المبادره. فهمنا؟ باش تخليك تركيا وتخليك قطر ما تبرزتكش وفرنسا، راه هما اللي عندهم هادو اللي عندهم يعني ومصر، هاد الربعه هادو هما اللي يعني عندهم ما نقول مصالح، نقول حضور، نقول سمي ما تشاء. وايطاليا، نعم، دونك ايطاليا انا بلاتي نعاود نسميها لكم الاخوان، بلاتي نسميوهم. دونك مصر، تركيا، فرنسا، هادو بالاساس، زيد الطاليان من بعد، والامارات، وروسيا بدرجه اقل. وتجي انت كمغرب كدوله كدبلوماسيه مغربيه وتاخذ هذه المبادره، وهادوك جوج الاطراف يثيقوا فيك ويجيو بجوج ويحضروا ويجلسوا. تحياتي بنت عمي لطيفه، تحياتي. ويجلسوا خير رضوان في الروحي راك هنا. شفت لك واحد الفيديو درتيه، انا غندوزو دابا، والله العظيم برافو عليك خير رضوان، والله عجبني. انا غادي ندوز واحد الفيديو ديالك، واحد تقريبا واحد 3 دقائق ولا. برافو عليك، سير الله يعاونك ويحفظك. الا بغيتي تبقى تتفرج مرحبا، غتحل اللايف ديالك الله يعاونك. المهم انا سلمت عليك دابا قبل ما تمشي، واحد اللي درتيه على داك الشيء ديال العقوبات ديال راك فاهم. هذا كان غندوزو باش هاد 2000 الناس المهم تنتشر المعلومه، وبرافو عليك. وما كرهش سيدي رضوان تاخذها من عندي كملتمس ديال خوك، جيب شي واحد اخويا عندك في اللايف، الله يرحمه لك الوالدين، الله خير رضوان. انا كانت الفكره كنت غادي نديرها انا، ولكن انت غادي تكون حسن باش ما تحسبش، راك عارف. جيب شي محامي ولا داك السيد نيت، ولا شي واحد اخر عنده شي كونت تيك توك واخويا، ودير واحد 2 ساعات والله العظيم، ولا ساعه ونص، ولا فيه الاسئله، وجد الاسئله ديالك في هذا الموضوع، لانه يهمنا هنا كمتكتكين في المغرب والله. وداك كاع دوك النقطات، اسئله قانونيه على كاع المخالفات اللي ممكن يكون عندها علاقه مع الالكتروني. والله لا ساكون لك من الشاكرين، وكاع المغاربه غادي يحضروا، وكاع المغاربه غادي يشكروك والله. الله يعاونك خير دوار، كل الحب والتقدير، الله يحفظك. راني في الرباط، غدا في العشيه الا كنتي غتكون جويه 4 ل 5 نقدر نعيطوا نشربوا شي قهوه. الله يحفظك الحبيب، تحياتي لك. دونك غادي نمشيو الاخوان دابا الى فين دابا ديال رانا في ديال ليبيا، من بعد غادي نجيو الفيديو ديال خونا رضوان في الروحي، واه كنهضر مع رضوان في الروحي. دونك هاد القضيه نتاع ليبيا يعني انتصار دبلوماسي كبير للمغرب صراحه توقع.
راه نحطوه في نقاش ولا في شي مقارنه مع الجيران. شتي الفرق بين الدوله اللي عندها ملك وعندها مؤسسات دبلوماسيه وعلى راسها وزاره الخارجيه محنكه وذات ثقه وعارفه اش كدير، وواحد الدوله عند الهياط، عند العباط جايبين رئيس حاطينو تما ومعيط لواحد الطرف ومحضرو معاك زعما باش تبرزت المغرب صدقتي مفتت ليبيا الكامبو الغبيه الرئيس نتاع والو، الرئيس نتاع والو عبد المجيد العابط والدبلوماسيه نتاع الاغبياء مفرقين دوله ومزكيين طرف على طرف باش تبرزتوا المغرب. قال غنديروا المغرب العربي الجديد تاع المغرب الشمال افريقيا، وتعطيها انت لذاك الذباب نتاعك ولا داك المداره ولا داك بوسبير ولا داك القليط، ما غنذكرش السميه الاخرى لان انت على اخر، ودير فيها كدا كدا زعما راه صافي، وجايبو سميتو من فين رديتيه مخفي حتى سميتو ما حافظهاش باش تعرفها منافق. انت منافق، انت باغي دير اتحاد مع بنادم سميتو ما عارفهاش. هادي كنديروها المره الاولى. اول مره كتلاقى شي واحد مازال ما عمرك سمعتي عليه كيقول لك سميتي معاذ كتقول له خويا عماد، كتهضر كتقول له عماد، حيت معاذ وعماد فيها العوالم مخفيه. جاي دابا انت معترف به كاع دوله وغدير معاه اتحاد ومنفي ولا مخفي وفعلا. شوف لك الخدمه. عاود نتوما لاش غتشوفوا؟ نتوما تسكتوا تألموا. واش غتشوفوا؟ سكت وتألم في صمت. بشار مع بطار ابو سعيد تحياتي. الاخوان اش هاد الشعب؟ الا كثرتوا عليا كثرتوا عليا كلشي ملي كيف ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخصش الامور انا. حفتر كلفوا ليبيا تكلفوا به الليبيين، انا ما عندي. يريد الترشح للرئاسيات. داك شغلو الا كان قابلينو الليبيين ندير له تهديدات تعود للجزائر. تك روح الدبلوماسيه تشك. واه يا ودي الرئيس، يا ودي الدبلوماسيه يا ودي الدبلوماسيه نتاع تشك. قال له روح. تخيل دابا انت رئيس كيقول للصحفي روح زعما سير بعد عليا روح عاد تفكر. قال له روح لسؤال اخر. طاطختي وتشك. ايوا دابا تشك عدي شكون دابا؟ عاد هادشي عييت بزاف وانا عييت والله. غادي ندوز لكم فين غنمشيو الاخوان. كاين شي عندي بلاتي نشوف بلاتي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا الخبر ما اكدش. لا واحد الخبر عاود واعر ولكن ما اكدش. ما غنقولش لكم. والله الا مأكد. يا الحبيب. والله الا مأكد بالله. اسمع. الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT توافق على قرار إنشاء فرع شركة سبيس إكس لمالكها رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي سيجعل من المغرب منصة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، كما سيعزز مكانة المملكة كمركز تكنولوجي في شمال إفريقيا. تشك.
طاجين مراكش. واش ضرب طاجين في مراكش ياك؟ كان جا ضرب طاجين في مراكش. الله يلا اخوان بزاف هادشي كثر عليا بزاف اخوتي، انا ما قديتش. قلبي الهشيش لا يتحمل. نبيل الله يحفظك اخويا، نبيل الله يكبر بك. تشوف واش كاين شي حاجه اخرى اللي طنزه ندوزو بها شويه ونمشيو عندك الفيديو نتاع سي رضوان الفروحي ونساليو، لان عييت بصراحه. اشنو هادشي؟ هذا دوزناه. اش كيقول هذا؟ لا انا باش تقول لي المغرب يدي كاس العالم هو ما كانش قادر على استضافه كاس افريقيا، هذا حرام. الفكره وصلت، المغرب ستكون من الدول المستضيفه لمونديال سنه 2030 هذه البارحه مع اسبانيا والبرتغال. الحديث الان على عدم جاهزيه المغرب لاستضافه كاس افريقيا. كأس العالم أي بلد يمكن أنه يستضيف مع ملف مشترك، باسكو علاش يدرك ملعب واحد ربما ولا ملعبين كأقصى تقدير. والله يا يوسف مكولي صحيح ديالك. تا الناس ما قدروش يديروها في جونفي، ما تقدر تفهم حتى واحد نمر فين لعبوها في جونفي، قال لك ماناش واجدين، ويقولوا هما رانا واجدين. وشفنا انت عطيت لهم دوكاتيك لا كوب دافريك ما قدرش. انا كي نقول لواحد نقول له هذا حقيقه نورمالمون في جونفي ما قدرش، خلاها قال لك حتى لو 21 ديسمبر باش نكون واجد. ايا مالا كي نقولوا كي تخدم انت هكذا نعطيك كوب دي موند مالا وحدي تت يا سيدي، ماشي لي زارجينيين وقت ما يحبوش كيديها المروك. ومن بعد هادو الناس اللي ما قدروش عطينا لهم كوب دي موند. شوف نتوما الدور ديالكم البكاء، صافي سيروا تبكيوا صاحبي، مالكم؟ جلسوا تبكي وجلسوا تندبوا وجلسوا صافي بح. واش غتبقاو هكا 6 سنين اصاحبي؟ واش عارفين اش كديروا دابا نتوما؟ ما عارفينش، راه غتبقاو هكا 6 سنين ها الزمر. او ليو دو ترافايي vous allez vous contenter غير بالبكاء. من دابا خويا لا سلوى، كنت خويا سلوى تلفتي لي كاع بزاف من دابا 5 سنين وحنا نبقاو نتحملوا البكاء ديالكم. ما واجدينش، خصهم الفلوس، ما عندهمش الفلوس، والكولاسه ودايرين كذا بزاف اصاحبي. كثرتوا على الشعب الجزائري، غادي كتفقسوه نتوما ماشي حنايا. والله الا غادي خرجتوا عليه مسكين، شي نهار يطردق عليكم الزمر ويقول لكم ما راضيش ولا ما راضي. دايرين واحد هاشتاغ سميتو ما راضيش ياك، ولا ما راضيينش ولا شي حاجه بحال هكا، مانيش مليح ولا شي حاجه بحال هكا. كاين هنايا شي حاجه اخرى ديال الاخرى حتى من بعد. دابا الاخوان غادي ندوزو لواحد الفيديو مهم جدا، هو اللي غادي نسالي به باش نقول واحد الكلمه ختاميه، ياك ختاميه، وخليه بارطاجيو وكبسوا وخليكم معنا. الفيديو السي رضوان الفروحي استغل المرور ديال واحد المحامي معاه في البرنامج نتاعو في دوزيام، وسجل واحد المقطع وحطوه في سميتو حطوه في تيك توك. انا بغيت نسمعو لكم وتمشيو تقلبوا في الكونت ديالو تسمعوه اكثر، يعني بسميتو ما رانيش راضي ياك، رانيش راضي. اوكي نمشيو للفيديو. فين هو فين غنلقاه دابا هذاك الفيديو؟ هاهو واحد سب واحد في اوديو او لا سبو في ميساج بينه وبينه. الصوت مسموع الاخوان؟ الصوت مسموع؟ عيطوا الهياطيكا يسمعوا، الهياطيكا يجيو يسمعوا. هادوك اللي مهيطكين وهذاك كيطلعوا مع الهياطيكا ما يعرفوش كيقولوا، يسمعوا مزيان اش هادشي. صافي الهياطيكا عيطوا لبعضياتكم يلا. شنو غنعتبروا هادي؟ هنا كنكونوا امام واحد السب اللي هو غير علني. لماذا؟ لان ما فيش واحد الركن ديال العلنيه. هذا السؤال الاول قال له الا شي واحد سب شي حد في البريفي، الا شي واحد سب شي واحد في البريفي شنو العقوبه نتاعو؟ اسمع. لم يتم امام واحد المراه ومسمع من العموم، بمعنى سب انحصر ما بين جوج الاشخاص. هذا سب غير علني معاقب عليه في اطار مقصريات ديال قانون المنظم قضاء القرب بالغرامه، انه يعتبر كمخالفه. غرامه من 300 الى 700 درهم، غرامه مقرره. يا اخوان الا تحنسرتي شي نهار خصك شي 400 درهم شي 500 درهم،
محنسر، راك محنسر. سير اخويا دخل الواتساب ديالك، دخل البريفي ديالك، لقيتي شي واحد سبك، رفع دعوه، غيعطيوك 400 درهم 500 درهم. صافي، هذه قانونيا. والله اللي بريكول واحد اخويا كل شهر صيد شي واحد ورفع واحد 12 دعوه في العام، وها انت مدبر 400 درهم في العام 500 درهم. جماعه هذوك اللي سبوك في البريفي، هذه كنقول لها الله يعطيك، اللي قال لك حقا ما حقا، راه شي واحد دخل سب شي وحده. ها نعطيتك الحل اختي، هذاك اللي يسبك في البريفي رفع عليه دعوه، ملي يجي 400 500 درهم 600 درهم. سي بيان سي بيان. هذه في السر، راه كاين فرق بين السر والعلن. زيد لفائدة الدولة كعقوبة، يمكن للمتضرر الشخص المشتكي يعني يتقدم بطلب حصول على تعويض في إطار المطالب المدنية ديالو. إلا كان هذا السب مقترن بالتهديد أو الابتزاز، هنا كنتقلوا من السب الغير علني إلى مسألة أخرى اللي هي التهديد أو الابتزاز مقابل الحصول على واحد مبالغ مالية، نظير عدم نشر مثلا واحد الأشياء اللي هي مشينة تمس بذلك الشخص. هذه فيها الحبس، عقوبة حبسية ممكن أن تصل إلى 3 سنوات إضافة للغرامة. وفي نفس التهديد بنشر الصور، التهديد بشي حاجة معه الابتزاز، العقوبة 3 سنوات. وهذا ميساج لواحد خونا في الميريكان بغى يهيطق علينا، بغى يتهيطك بالزز. سمعتو كيقول شي هضره وانا غادي ندير. سمعتي يا سي؟ راه هذاك غير داك الهضره اللي قلتيها كافيه تسكرينه وتسجل 3 سنين الحبس. راه ماشي، راه غير لو فيت باش تقولها في لايف وتسجل، واخا ما يكونش المعني بالامر، تهديد شي حد ما، هذا كيهدد عباد الله، فيها الحبس. انا كنقول ماشي باش بنادم يربط لسانه، راه اللي جاي ما ساهلش. سير. نفس الحالة يمكن كذلك للطرف المشتكي أن يتقدم بطلب الحصول على تعويض. إذا سبك شي واحد في الانترنت في شي كومونتير ولا في شي لايف أو